محمد، انا هسألك سؤال عن التصوير تجاوبه في دقيقة واحدة. ايه هو الدايناميك رينج؟ الديناميك رينج هو حاجة مخصصة جوه الكاميرا كده، انت مش هتقدري تعرفيها الا لما تفتكري الصورة الشهيرة بتاعة المصيف، لما حد بيقف يصورك وراك البحر، لو الشمس وراكي هتلاقي ان الشمس هي اللي مظبوطة وانت وشك ضلمة، او انت وشك مظبوط والشمس وراكي اوفر اكسبوزد او اضاءة عالية قوي. ده بيحصل ليه؟ لان كل كاميرا ليها قدرة على انها تشوف الظل والنور او الفرق ما بين الظل والنور. مثلا لو احنا اتكلمنا على الموبايل بما انه هو يعني ابسط حاجه، فهتلاقي ان الموبايل الديناميك رينج بتاعه صغير، يا يشوف ظل يا يشوف نور، ما بيقدرش يشوف الاثنين في نفس الوقت. ولكن الكاميرات الاحترافيه الديناميك رينج بتاعها بيبقى اكبر، فبالتالي تقدر انها تحافظ على الظل والنور في نفس الصوره بنفس الاضاءه بتاعتي او بنفس القدره على الرؤيه. عشان كده احنا بننصح دايما الناس اللي هي بتصور لاندسكيب او بتصور اماكن انتيريور مثلا فيها ظل ونور كتير وعايزين يحافظوا على التفاصيل في الصوره، ما تبقاش في اماكن منوره قوي او اماكن مظلمه، ان هم يدوروا على كاميرا الديناميك رينج بتاعها اكبر.